السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ان شاء الله باذن الله هقدم لحضراتكم النهارده كبده، بس روعه روعه الروعه بصراحه، طريقتها حلوه جدا. اتمنى تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات. اول حاجه حبايب قلبي بنحط كميه من الزيت. معايا هنا هريسه شطه، ده توم مع بهارات لحمه مع فلفل اسمر، انا بطحنهم كده مع بعض. بتدي طعم حلو جدا للكبده. دي طريقه جربتها بصراحه، دي طريقتي انا جربتها، يعني قلت اجربها الاول وبعدين انزلها فيديو. جربتها بصراحه طلعت تحفه. بتجيبي بتجيبي 4 فصوص توم على حسب طبعا كميه. انا هنا بوريكم ان انا معليه النار. طبعا بتجيبي 4 فصوص توم وتطحنيهم كده مع بعض مع معلقة بهارات لحمة صغيرة ونص معلقة فلفل أسمر صغير. الكمية دي على ربع كيلو من الكبدة. النهاردة هعمل معاكم ربع كيلو بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين كده بنشوح الهريسة مع الخليط اللي أنا عملته. شوح الهريسة مع الثوم كده، وبعدين ننزل بقى بالكبدة على طول. طبعا الكبدة أي نوع تفضليه، اهم حاجه ان انت تجيبيه من مصدر موثوق منه، ده اهم حاجه. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، انا نزلت بالكبده. بتستني ثواني كده وبعدين بتقلبي. زي ما حضراتكم شايفين كده انا هنا بقى هنزل زي ما حضراتكم شايفين كده، انا بنزل بغطا واحد توم، اسفه، بغطا واحد خل، غطا واحد بس. زي ما حضراتكم شايفين كده انا بوريكم المقدار بالظبط. ده المقدار ده على ربع كيلو من الكبده. صراحه الطريقه دي جميله جدا وحلوة قوي وبتدي طعم جميل جدا للكبدة. وعلى فكرة الطريقة دي كبدة اسكندراني، لأن الكبدة المصري بتتعمل بالثوم والبصل، ليها طريقة تانية يعني، لكن دي كبدة اسكندراني أصلية. زي ما حضراتكم شايفين كده بنقلب بعد ما حطيت الخل. طبعا انا مرضتش افصل الفيديو خالص، حبيت اوريكم خطوة بخطوة.